السلام عليكم بنات، صافا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفخيطه ديال الدجاج بواحد التتبيله كيجيو روعه صدقوني. وغادي نجرب معكم لاباراي اللي شريت جديده واعره بصراحه، اير فراي. غادي نجربها معكم اول مره وقلت علاش لا ما نشاركش معكم. هنايا عندي فخيطه ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا، سلقتهم مع نصيص الحامض وواحد نصيص ديال البصله صغيره ورق سيد ناموسه وشويش الملح. هما هادو هما تسلقوا. دابا غادي ندوزو للتتبيله اللي غنديروا لهم، وهانتوما خليكم معايا. هنا دزنا باش نصايبوا التتبيله. هانتوما عندنا معلقه كبيره ديال الزيت بلديه، وعندنا الزعتر هو حكيناه نقيناه من العويدات وداكشي وحكيناه ما بين يدينا. واحد ضريس واحد ديال الثومه، شويش ديال اللي بغى يديرو، اللي ما بغاش المهم كيبقى اختياري. شويه ديال ضامط البنه ديال الدجاج، غير واحد الربع ديالها لحقاش ما عندناش كميه كثيره، وشويه الملح وشويه الابزار. صافي هادشي اللي كاين. غنخلطوا كلشي مع بعضياتهم وغادي نديروا دوك الفخيدات يترقدوا، وعاد غادي ندوزو باش نصايبوهم ونقدمهم مع شويش ديال الرز بطريقه عراقيه. نتوما شوفوا كيفاش تقدموهم، المهم كل وحده وكيفاش كتفنن. المهم قلت ضروري نشارك معكم هاد الوصفه، كتجي زوينه وسهله. هنا رجعت عندكم، هانتوما كما كتشوفوا الفخيدات ديالنا كلهم تبلناهم هذيك التتبيله ديال الزعتر، وما غنخليوهم هنا دابا يرقدوا شويه حتى تقرب المغرب ان شاء الله باش ندوزو نطيبوهم. ها هي الغزاله باقا ما فتحتهاش، كنت غادي نجربها معكم. هي باقا في البوشيت ديالها، غادي نحلوها مع بعضنا ان شاء الله وغادي نوريكم. نشوفوا الطياب ديالها كيفاش داير. كلشي كيشكرها، انا في اول مره غادي نجربها. فيليبس غادي نوعيها مزيانه. ايوا خليكم معايا حتى شوفوا الطياب ديالها كيفاش غيصدق. المهم هما كيشرحوا هنا انها ممكن طيبي فيها اي حاجه من هادشي اللي كتشوفوا فيها، فهمتوا؟ حنا غادي نبداو بدوك الفخيدات ديال الدجاج. نقدر نطيب فيها الرز اليوم، نشوف كي غيصدق. لقيت فيها البابير ديالها الخاص بها لداخل. غندير الرز، ما لقيتوش تنشريه، ما عرفت واش كيديروا معاها ولا لا. هادشي اللي كاين. ان شاء الله تكون خفيفه وظريفه بصراحه. المهم النتيجه باش ما كانت غادي نشاركوها مع بعضنا. هنا نسيت ما صورتش معكم هاد الحشوه، غادي ندير بها شويه بريوات. المهم غنشرح لكم شنو هنايا. عندي هنايا 3 البصلات شلطتهم، درت لهم شويه زيت بلديه ومليحه وخليتهم تنزلوا. زدت عليهم واحد حبه القرعه، حكيتها في الحكاكه حتى نزلت، وضفت الكفته والزيتون كيف ما كتشوفوا والمعدنوس والتوابل. خلاص درت الملحه شويه خرقوم شويه الابزار. هادشي اللي كاين هنايا. وغندير شويه الهريسه وغادي نشحرهم واحد شويه، نخليو الحشوه حتى تبرد وغنعمرها معكم وتشوفوها. صافي الحبايب ديالي، انا شرحت لكم كل شيء هنايا راه واضح وباين. كاين اللي بغى مثلا اللي ما كيبغيش القرعه يدير خيزو عادي. الحشوه مهم نتوما والاختيار ديالكم. البنات رجعت معكم. هذه الحشوه الثانيه اللي غنعمر بها البريوات، ساهله وكتجي لذيذه. هانتوما عندي هنا بطاطا مرصويات، راه هي كتبان لكم، سلقتها مع واحد شويه الملحه. وعندي هنا 2 بيضات هما سلقناهم وحكيناهم في الحكاكه، و4 ديال الضمات ديال كيري، وواحد البواطه ديال الطون، وشويه ديال المعدنوس، شويه الابزار. انا عندي الابزار الابيض، درت شويه الابزار الابيض ومليحه. صافي دابا غادي نخلطهم مزيان وغادي نرجعوا عندكم. كتجي حشوه زوينه سهله ولذيذه بصراحه، جربوها. هيا فاش خلطناها شفتوا كيفاش كتجي. واحد شويه الهريسه بالنسبه اللي كيبغي الحار واللي ما كيبغيش الحار، المهم داكشي كيبقى على حسب. هيا جمعناها. دابا نخليوها نغطيوها حتى تقرب المغرب ان شاء الله باش نلفوهم. انتما معايا وانا معكم. البنات هنا رجعت عندكم. ها هي الورقه اللي غتستعمل هذه.
فاسده. وهنايا الحشوات ها هما بجوجهم اللي وريتكم. وهنا عندنا واحد شويه ديال الطحين والماء باش نسدو، شويه الزيت باش ندهنو. غادي نقطع الورقه ونرجع معكم ان شاء الله. هذه اهم حاجه، كتجي فنينه شفتوها. انا غادي ندير معكم هاد الحشوه هادي ديال البطاطا مع الثوم، كتجي زوينه والبيض. ها هي كيف ما كتشوفوا نفس الطريقه. وغادي نسدوها هنا. وهي غادي نكمل ونرجع عندكم ان شاء الله. البنات رجعت معكم. هنا غادي نبداو ان شاء الله. هكذا نحطوا الحشوه كيف ما كتشوفوا، وغادي نطويو هاد الجنيبات هما الاولين، وغادي نقولوا بسم الله. انتم وهنا غادي نسدوها بشويه ديال الطحين مع الماء، نتوما عارفين هاد. وهادو نديروهم هنا لداخل. والصلاة على النبي. ها هي كيف ما كتشوفوا. غادي نكمل الكميه كامله ونرجع لعندكم. البنات بغيت نقول لكم شوفوا هاد الورقه الا جاتكم قصيره راه شوفوا هكا كتلبسوا وحده مع وحده كما كندير انا، وصافي. وكدهنوها بشويه د الزيت باش تجي مقرمشه الورقه من الداخل صافي. وكتحطوا الحشوه اللي بغيتو. انا غادي ندير معكم واحده اخرى من هنا، وصافي. كتجمعوا هاد الجوانب. شفتوها راه وحده ملاصقه مع وحده باش تجيكم هكا بالطول. ما تخافوش كاع منها. راهي شفتوني هضرت معكم 4 وخفتكم ما تفهموش كيفاش مدايره ملقماها، وعاودت معكم هذه وصافي. وغادي نبداو ان شاء الله. شفتوها شوفوا الكميه اللي خرجت ان شاء الله. دابا غادي نمشيو للمفاجاه، نفتحها معكم تشوفوها باش نمشيو نقليوهم. ما نقليوهمش في الزيت، غادي نديروهم في لاباراي. هانتوما غتشوفوا. دابا حنا قلنا بسم الله. غادي نفتحوها هنا نشوفوا. شوفوها من الداخل.
هي دايره كبيره حجم عائلي. الله شوف، هي العروسه فتحناها، غادي نوريها لكم من الداخل. شفتوها مامي كلار. دابا حنا درناهم هنايا كيف ما كتشوفوا، غنديهم نطيبوهم ونشوفوا مع بعضنا النتيجه. ان شاء الله تكون زينه مرضيه. البنات شوفوا كيفاش جاو، صراحه النتيجه غزاله. 10 دقائق. هو الدجاج غادي نديروه دابا يطيب، وغادي نوريكم اللقطات الاخيره. المغرب علينا كنجريو هكا وهكا. البنات شوفوا، والله لا رحمه الله صراحه، داكشي كيوجد بسرعه، والروائح مع المغرب قربت مشاهيتكم. البنات رجعت عندكم المغرب ودنات بصحه فطوركم. غادي نوريكم كيفاش جا هادشي، جا كيشهي من شغل يديكم. فطورنا المتواضع شاركته معكم. شوفوا الدجاج كيفاش جا، والرز بسمتي. وكنقول لكم بصحه فطوركم مع هاد الوريدات الزوينين الزوينات ديالي. وبلا ما نوصيكم بارطاج مع العائله باش تعم الفائده للجميع. وما تنساوناش من تعليقاتكم الزوينه بحالكم ولي لايك. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله قريبا. باي باي.